السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بندقي جديد. في سورة يوسف كلنا طبعا حافظينها وعارفينها. ليه عند كلمة تأمنا مكتوب يجوز الروم أو الإشمام؟ بمعنى أصح، ليه لازم وانت بتقرأ سورة يوسف تقول الكلمة دي بالروم أو الإشمام؟ طبعا في حد هيقول لي إيه يا عم روم والإشمام ده؟ يا عم انت في إيه؟ يعني إيه روم وإشمام؟ ما طول عمرنا حافظين سورة يوسف وبنقولها عادي، ما لك لا تأمنا على يوسف، وبنسمعها من المشايخ عادي. ايه بقى اللي انت بتقوله ده الروم والاشمام؟ طب قبل ما اقولك ايه هو روم والاشمام، هقولك احنا ليه بنقولها بالروم ايه او الاشمام. كلمة تأمنا اصلها كلمة ايه؟ تأمننا. تأمننا. لما حصل ادغام في النونين بقت تأمنا، نون مشددة. ونون المشددة بقت عبارة عن ايه؟ سكون. تأمن، نون ساكنة، وبعد كده نون مفتوحة. وبكده ضاعت ايه؟ الضمة بتاعت تأمنوا ضمة النون الأولى كده ايه؟ ضاعت. فعشان النون دي بقى، الضمة دي نحافظ عليها وتبقى يعني حاجة تشير ليها، ربنا قال لك ايه في القرآن؟ روم أو إشمام. قرأت بالروم أو بالإشمام. الإشمام ببساطة جدا إن أنت بتيجي عند حرف مضموم تنطقه عادي بس تضم شفايفك. يعني هتقول ايه؟ تأمنا، تضم ايه؟ شفايفك. انت ما بتقولش الضمة، ما بتسمعهاش. الاشمام ده بيتشاف ما يتسمعش. فتقول ايه؟ تأمنا. طيب الروم. الروم بتختلس حتة كده من ايه؟ من الحركة. قلنا يجوز فيها الروم او الاشمام. يجوز الروم والاشمام، يعني انت لازم تقولها بحاجة من الاتنين، ما ينفعش تقولها بحاجة تالتة عشان تقرأها ايه؟ صح. وقلنا ليه؟ قلنا عشان كلمة تأمننا كان في ضمة على النون، الضمة دي لما عملنا إدغام بقت تأمنا، فالضمة مش موجودة. فيا إما أنا هعمل إدغام وأقول تأمنا، ضم شفايفي عشان كأنها عوض يعني عن الضمة اللي مش موجودة. أو بعمل روم بقى، إن أنا إيه؟ مش بعمل إدغام أصلا، بعمل إيه؟ بقول إيه؟ تأمننا. بختلس الإيه؟ الضمة، حركة الضمة. طبعا أنا بس الفكرة في الفيديو إني أنبهك للمعلومة. طبعا ممكن ترجع بقى لمشايخ شارحين الموضوع ده عشان تتعلمه، لان طبعا دي حاجة مهمة. انت ممكن تقرأ سورة يوسف طول عمرك وبتغلط في الآية دي، رغم ان حاجة سهلة جدا. لو اتعلمتها وعرفتها هتلاقيها سهلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.